والمرض ده عبارة عن عدوى بكتيرية بتنتقل عن طريق الأكل والشرب الملوثين. البكتيريا دي بقى تطوراتها في جسم الإنسان قاتلة، يعني ممكن مثلا تسبب ثقب في الأمعاء أو تسبب تسمم في الدم. فقرر لويس ينتقم ويبقى العدو الأول لأي مرض بيجي بسبب البكتيريا والفيروسات، وقرر انه يبدأ يدور على علاج لكل الامراض دي. وفعلا صنع اول لقاح لمرض بكتيريا كوليرا الدجاج، واللي كان بيتسبب في موت كتير جدا من الطيور وقتها. وكمان عمل لقاح لاقدم وباء في التاريخ، وباء الجمرة الخبيثة. الوباء ده كان منتشر جدا في فرنسا وشوية من دول اوروبا، وهو عبارة عن بكتيريا سبحان الله بتعيش في التربة سنين وبتكون جراثيم بتصيب الحيوانات وبتنتقل للبشر بعد كده. وكان بيتسبب في قتل عدد كبير جدا من المواشي والاغنام والبشر اللي بيتعاملوا معاهم. وسط كل اللقاحات اللي عملها دي كان ليه انجازات تانية تخص برضه البكتيريا والفيروسات. يعني مثلا سنة 1865 صناعة الحرير اتدمرت بالكامل، وده كان بسبب مرض هاجم مشاتل دودة الأز. المرض ده كان غامض ومحدش عارف عنه حاجة، وبسببه فرنسا ما بقتش قادرة ولا تنتج حرير ولا حتى قادرة تستورده، لأن ساعتها المرض انتشر بشكل كبير جدا في معظم دول أوروبا. الحكومة الفرنسية طلبت من كل العلماء إن هم يشتغلوا على الموضوع ده لحد لما ظهر لويس باستر. عمل أبحاث كتيرة جدا استمرت لمدة 5 سنين عشان ينقذ صناعة الحرير. باستر اكتشف طريقة تقدر تحافظ على بيض دودة الأز وتحميها من الفيروسات، وكمان علم الفلاحين طرق الوقاية وازاي يفصلوا البيض السليم عن البيض المصاب. وبعد سنتين بس كل دول أوروبا اعترفت بالطريقة اللي اكتشفها باستر. بعد ما قدر باستر يعالج مشكلة الحرير في فرنسا، ظهرت مشكلة جديدة.